صار؟ إيش صار؟ عودة على أهم وآخر الأخبار على المستوى الوطني. نبدأ بالصحفيين العاملين في إذاعة شمس فام اللي يواصلوا اليوم لليوم التاسع على التوالي تنفيذ سلسلة من التحركات النضالية دفاعا عن استمرارية الإذاعة وعن حقوقهم من خلال توظيف برامج الإذاعة ومختلف الفقرات ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع ويب الإذاعة للتحسيس بمطالبهم والدفاع عنها. كما قرر الصحفيين وكل العاملين في المؤسسة الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة، وباش يتم الإعلان عن موعده في الإبان، وعبروا عن استعدادهم للدخول في إضراب جوع. كما طالبوا الحكومة بالصرف العاجل والفوري لأجورهم وبقية مستحقاتهم من تغطية اجتماعية وتأمين على المرض ومنح الإنتاج. في موضوع آخر، صادق المجلس الوزاري اللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة البارح على مشروع المخطط التنموي 2023-2025 اللي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية سنة 2022 بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي. ويتضمن المخطط التنموي 2023-2025 جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، وذلك في إطار التوجهات الكبرى اللي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة، كما تضمن المخطط مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستويين الجهوي والقطاعي. وتم التركيز في المشروع المخطط هذه على بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد. تم التركيز على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية، تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة ذاتها أي 2023-2025 وإرساء مقومات للتحفيز على المبادرة والاستثمار الخاص، لا سيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر. في موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية البارح رئيسة الحكومة وتناول اللقاء جدول أعمال مجلس الوزراء القادم والوضع العام في البلاد، وشدد سعيد في الاجتماع هذا على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما يتم إشاعته، كما أكد على أنه التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المس بأمنها والضرب لوحدتها. نظم قسم الأعلام والمرأة والشباب العامل التابع للاتحاد العام التونسي للشغل حلقة نقاش طرقت لعدة مواضيع من بينها الشركات الأهلية، وفي إجابته على أحد الاستفسارات أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على كيفية صمت ما يروج على كيفية صمت الاتحاد عن ترويج الحكومة لمنوال الشركات الأهلية، اعتبر الاتحاد انها ضرب من ضروب المناولة ويعود في شكل مساهمات تشاركية. وعقب الطبوبي على تساؤلات المتداخلين وقال انه الاتحاد يعتبر تجربة الشركات الأهلية أتعس من تجربة التعاضدية ولا تخدم الاقتصاد التضامني الاجتماعي وفق ما دعت له المركزية النقابية. نقابيا ديما وين أكد كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي أنه إضراب قطاع النقل ما زال قائم، وأنه المكتب التنفيذي للمركزية النقابية أبلغهم عبر الأمين المساعد صلاح الدين سلمي أنه تاريخ الإضراب برا وبحرا وجوا سيكون يومي 25 و 26 جانفي المقبل. وقال الزيدي الإضراب قائم في ظل تواصل تجاهل الحكومة لمطالب القطاع وإقرارها المرسوم عدد 9 لسنة 89 الرامي لخصوص المؤسسات العمومية وفق تعبيره.
عدد من المنظمات والجمعيات ندت في بيان مشترك بما اعتبرته تهديدات ممارستها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال المسار الانتخابي الحالي واستهداف حرية الرأي والتعبير. ولاحظت 29 منظمة وجمعية من بينها نقابة الصحفيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية البوصلة وائتلاف صمود، لاحظت أن التهديدات هذه بلغت حد ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام في مخالفة صريحة للقانون، وكذلك نشر قائمات على الرائد الرسمي تضمنت قضايا رفعت ضد أشخاص طبيعيين ومدونين ونشطاء ووسائل الإعلام، وهذا ما وصفته بالممارسة المتخلفة والرديئة والمعادية للحريات. وأكدت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان أكدت تنديدها بممارسة هيئة الانتخابات للرقابة والسنسرة ولعب دور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام، ورفضها منطق التهديد المخالف للقانون وللدستور اللي يمنع أي رقابة على الآراء. حذرت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا خلال اجتماعها الدوري من ظهور موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا، ودعت إلى ضرورة الإقبال على التلقيح في الفترة الحالية لتعزيز المناعة تحسبا لتزايد حالات الإصابة المرتقب بداية من جانفي القادم. هذا وفق إفادة مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. شكرا لك زينب الباستي. كانت هذه أبرز الأخبار اللي فاتتكم على امتداد ال 24 ساعة الماضية. احنا مازلنا مصير معاكم حتى للساعتين متاع القايلة في لوميدي 2. بعد شوية نحكيو على جمعية بصار اللي باش تشكي بالدولة بالفلاقية، تعتزم رفع قضية بالدولة التونسية ممثلة في رئاسة الحكومة. السبب هو قانون المالية الذي لم يراعي حق ذوي الإعاقة في التشغيل حسب رأي جمعية بصار. التفاصيل بعد شوية مع رئيس الجمعية سي محمد المنصوري.